لجين السالم منسقة مؤتمر ستار مدينة كوباني. 27 سنة تمضي من القهر والعدوانية بحق القائد العظيم عبد الله أوجلان، القائد الذي كرس حياته من أجل حرية شعبه. المؤامرة واضحة وكانت مبينة الأهداف لليوم هذا. المؤامرة انحاكت بسياسة وغير لائقة بحق الإنسانية قبل الدولية. القائد عبد الله أوجلان عندما نشر فكره وذاعه عن الحرية كان له أهداف واضحة. عندما قال شعبي شعبي ميز الشعب بقوته وإرادته، وأراد أن يكون هو من رسم هذه الخريطة، ولكن المؤامرة كانت واضحة المسار. اليوم إذا بنحكي خلينا نحكي عن القائد عبد الله أوجلان وعن أفكاره اللي وزعها على الناس والمحبة اللي زرعها بقلوب الناس واضحة. اليوم نحن كنساء مؤتمر ستار ونساء من جميع المكونات اللي قدرنا نوصله من فكره وفلسفة القائد العظيم عبد الله أوجلان، وصلت لمرحلة إنه نأيد إنه الحرية للقائد عبد الله أوجلان، حرية جسدية للقائد عبد الله أوجلان هي حرية أكيدة، وهي رح تكون من أهدافنا اللي نحن عم نقوم فيها. القائد عبد الله أوجلان كل كتاب كتبه وكل رسالة بعتها ميز المرأة. هلا أنا شوي رح عن المؤامرة، واضحة المؤامرة، ما رح أحكي عن المؤامرة، رح أحكي عن المؤامرة اللي نحن كمان هلا عم نتعرض لها وشو أهدافها كمان. القائد كل رسالة كان يميز المرأة، حتى برسالته الأخيرة اللي بعتها قال المرأة هي أساس المجتمع، والمجتمع اللي ما فيه امرأة منظمة هذا المجتمع خالي من العدالة. طبعا نحن كمان بنحكي للقائد العظيم عبد الله أوجلان رسالتك واضحة لنا، ونحن رح نكون ماشيين على هذه الخطوات الأمامية اللي أنت بدك تكون المرأة أنه تكون أساس المجتمع. المشاهد الأولى من الحرب وكان لهم أهداف كثيرة أن يزرعوا المحبة والتآخي بين الشعبين الكردي والعربي، ولكن للأسف اليوم الذين كانوا يرفعون أياديهم بإشارات النصر للكرد اليوم هم من يخذلون الكرد. على أي أساس نحن نسير؟ ما هي أهدافهم ولماذا وصلوا إلى هذه المرحلة؟ أين المحبة؟ أين التآخي؟ أين رسالة القائد عبد الله أوجلان لما قال المحبة تسير على سائر الشعوب من كردي وعربي وسرياني؟ ما الذي حصل اليوم؟ طبعا هاي سياسة عم بتصير ومؤامرة عم تنحاك على الشعب الكردي. من قبلها كمان انحاكت على القائد عبد الله أوجلان، ولكن غير نبيلة الأهداف، لأنه نحن مسارنا واحد مع القائد عبد الله أوجلان، والسياسة اللي عم بتنحاك على الشعب الكردي وعلى القائد عبد الله أوجلان رح تكون فاشلة، لأنه إرادتنا أكبر من هيك، ورأينا ومحبتنا والأفكار اللي نحن ترعرعنا فيها فكر وفلسفة القائد العظيم عبد الله أوجلان بيّنت لنا ما هي محاك هذه المؤامرة. اليوم نحن كمان عم نواجه تحديات، وفي عالم كثير عم تقول تنازلات، لا مو تنازلات. يعني خلينا نحكي اليوم أكترية العالم عم بيقولوا شو السبب انسحابكم من الرقة والطبقة. طبعا هون مشان نخرب هاي المؤامرة اللي كانت عم تنحك علينا انسحبنا من هذيك المناطق. هاي كمان مؤامرة، وهاي المؤامرة ما بتختلف عن مؤامرة 15 شباط، كلها منحاكة على الشعب الكردي وعلى القائد العظيم عبد الله أوجلان. ولكن الشعب الكردي أكبر من هذه المؤامرة، وانسحابنا هو كان أولا لإيقاف التحريض على القتل، لإيقاف الفتنة ما بين الكرد والعرب، وأخيرا لتكون أنه رسالتنا واضحة لكل العالم ماذا صنعوا وماذا ضحوا الأكراد في المناطق العربية، والعرب للأسف ماذا يقدمون للأكراد. رسالتي اللي أنا بحب أحكيها للشعب وخاصة للنساء: لا تنسوا من كرم المرأة ومن فتح لها أمام الحرية طريق. القائد العظيم عبد الله أوجلان في 19 تموز، في ثورة 19 تموز
هو من فتح لنا طريق الحرية ودعانا نسير عليها. اليوم نحن لازم ما ننسى هذه الجهود المبذولة للقائد عبد الله أوجلان، ونحن ضد هاي المؤامرة لآخر لحظة، ومن أهدافنا لأنه عندما قامت ثورة 19 تموز كان لها أهداف، أنه المرأة تكون صاحبة القرار، المرأة تكون صاحبة المنصب، المرأة تكون الرئاسة المشتركة. ونحن كنساء من أهدافنا أن يكون القائد عبد الله أوجلان شخصيا بيننا ونسير على هذا الخط. يعني الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان هي من حرية الشعب كاملا. رسالتي الأخيرة كمان اللي بحب أحكيها أنه الشهداء كمان ما ننساهم، لأنه الشهداء هم كمان ساروا على فكر وفلسفة القائد العظيم عبد الله أوجلان، وبيعرفوا الخطوات اللي كانت محبوكة فيها هاي المؤامرة، ولكن هاي المؤامرة كلها لم تؤثر علينا إلا بالطاقة الإيجابية واستمداد الحرية من فكر وفلسفة القائد العظيم عبد الله أوجلان. والقائد عبد الله أوجلان حريته الجسدية هي حرية شعب شمال وشرق سوريا، شعب جميع الشعوب، لأنه هو لما بيحكي أو بيخاطب ما بيخاطب شعبه لحاله الكردي، بل بيخاطب جميع الشعوب على المحبة وعلى التآخي.